تعليق المهندس عادل القيع على انتقال احمد سيد زيزو للنادي الاهلي، وتعليق ناري خلينا نسمعه ونرجع لحضراتكم مره تانية. هو جزء من نقلة نوعية. امم لأن أنت عشان تعرف أسرار ايوه ما حدث ايوه تحديدا من أول تقديم بن رمضان، محمد علي. محمد علي بن رمضان وزيزو، ثم أيوة. كابتن زيزو. ايوه الشركة استلمت مسؤوليات إنها تفي ب 30% من ميزانية الكورة، حلو. شركه الاهلي. شركة الأهلي. امم وبدأت تشتغل بأسلوب مختلف أو تطوير. كواليس مهمه دي يا جماعه لانها رسميه. والشركة مبنية كعمل مؤسسي من أول يوم، وواخدة خطواتها بالتدريج عشان توصل لهدف أنت وصلت ل 50% منه. ما زال هناك تطوير هيحدث إلى أن تأتي شركات مالتي ناشونال تدفع لك بالدولار، يبقى أنت وصلت للهدف بتاعك. طب ده قريب، الخطوة بتاعت أمريكا ممكن تخليه قريب جدا. خطوه امريكا. الخطوة التي تعامل معها شركة الكرة التي هي مسؤولة عن الفيديو بتاع زيزو ومحمد بن رمضان، هم اللي انتجوه. هم جابوا شركة ايوه أنتجته. الشركة اللي أنتجته وهي شركة برضه، شوف الفكر لما تكون أنت النادي الأهلي، الشركات اللي تيجي تشتغل معاك إزاي؟ تيجي برغبة. طبعا الرغبة مش إن أنا أربح منك، الرغبة إن أنا أكون شريكك وموجود معاك. اقرب منك في الحته دي. فقالوا مش هناخد منكم غير تكلفة الإنتاج الطبيعية. الشركه اللي انتجت الفيديوهين بالرمضان وزيزو ما خدتش فلوس. التكلفة، المان اور، اجور ومرتبات واجور الاستوديو، اجور الكاميرات، اجور كلفه الانتاج بس. ما قالكش اخد منك كذا واعمل لك، ولا شاركك في مفيش. هم عايزين يعملوا عمل جيد يتشاور عليهم فيه ويبقوا موجودين. سابقة اعمال. وقد استطاعوا ان يكونوا موجودون. انا بقول النوع ده عشان كل واحد ياخد حقه. المعلومات اللي بقولها لك معلومات مؤكده. تمام. مش تحليل لوجهه نظر. تمام. بالنسبه للكابتن زيزو، لانه وضعه مختلف كمان، هو جاي فيه زخم وجدل ومش عارف ايه. كان في من الذكاء سواء من الشركه او من الراعي اللي جه خد اتنين رعاة اعلانهم جوه الفيديو، ودي خطوه برضه اول مره اتحط. واول مره عشان تحط اعلان جوه الفيديو انت عليك مسؤوليات جامده جدا. العقود مع الرعاه في انواع من العقود، مش العقود اللي هي كل 10 سنين، التعاقدات. ان في تعاقدات لرعاه فيها حمايه، انك تقول له ما تجيبش حد من المجال بتاعك لنفسك. انت راعي بنك، مش هجيب بنك منافس. اذا كان عقدي وبينه كده، اذا ما كانش في عقد حمايه اجيب. ولذلك النادي الاهلي كان يسعى انه يوسع قماشه ويدخل رعاه جدد بمجالات جديده. تمام. دخل كذا واحد لكن بعضهم تردد. انا ليه بقول لك بعضهم تردد؟ عشان تشوف الجمال بقى اللي هيحصل. فلما اتحط الاعلان الراعي جوه الاعلان دي جديده، واتحطت الفيور شيب او نسبه المشاهده التي عندما وصلتني المعلومه، وده كان اول امبارح، عدت 150 مليون. رقم مفزع على كل الوسائط التواصل الاجتماعي. رقم لما شافوه كده، فاللي اعتذر جم قالوا له احنا معاكم في اللي جاي. ايه هو اللي جاي؟ اكتب اسمي. ايه هو اللي جاي؟ تم الاتفاق على تحديد 7 اسماء، 6 جداد ومعاهم الكابتن محمد الشناوي. استناني، يعني 6 جداد؟ 6 جداد فيهم زيزو ومحمد بن رمضان، يعني زيزو ومحمد علي بن رمضان ومحمد الشناوي، و4 من الجداد. 4 اللي جم.
يعني تريزيجيه مثلا. ما مؤكد. مش هقول لك بقى مين ومين، يعني حد جاي حد مش جاي، يعني في 7 دول المشروع الذي ستعمل الشركه على انه تعمله على هذا النمط وتجيب من وراه فلوس. لان الاموال التي جاءت من هذا الاسلوب ساهمت الى حد كبير في تغطيه جزء كبير من الصفقه. عائد فيديو عشان زيزو دي غطى جزء كبير من صفقته. خد بقى اللي ما اتقالش. ايوه، احنا من اول يوم واحنا بنعمل العقود ساعه اداره ما كانت اداره للاحتراف، ابتدينا نقنن موضوع الاعلانات وكيف تضيف اموال. أيوة. فكنا بنحط في عقدنا مع اللاعب ان من حقنا نستخدم الايمج بتاعه او صوره الذهنيه بتاعته بالاتفاق، عدد 1 اعلان 2 اعلان 3 اعلان حسب اهميه اللاعب. والاعلان اللي كان يجيبه النادي الاهلي ابتدى 70% للنادي الاهلي و30 للاعب، وتعكست النسبه. لو لعيب جاي بالمعلن بتاعه يبقى هو ياخد كده، وفضلنا نحرك النسب دي الى ان وصلنا الى العقود المرعبه، ال15 وال20 واكتر من كده مليون جنيه، ضرايبهم بتعدي، واخد بالك. فاصبحت العقود لا، انت هتديني الايمج انا هتصرف فيه وهدي لك نسبه قد كده، ونسبه مرضيه جدا للاعب. اصبح لاعب يتمنى انه يعمل كده، عشان انت ما تقيدنيش بقى بعقد واثنين باعلان واثنين وثلاثه، او ازاي وحجم الاعلان ايه ويجيب كام وكده. اتفضل الفانيلا، اتفضل مش عارف المؤتمرات الصحفيه جابت ارقام هايله في الفتره الاخرانيه دي، اتفضل. هكذا استطاعت الشركه ان تضع قدما مهما في عالم اداره كره القدم المحترفه كالشركات الكبرى على مستوى العالم. بعد امتلاك حقوق الصوره، تطوير بقى العقد، ان انا بمتلك حقوق الصوره بقى عشان اقدر امول عقودك الكبيره دي، عشان امنك. مش هتستنى ما اقول لك ادي لك كذا واعمل لك كذا، لا انت كده. والتطوير هيظل مستمر، لان المفروض ان في التزامات اخرى على اللاعبين. من اول يوم كنا حاطينها بس مش عارفين ننفذها. الحق المجتمعي اللي بتاع زياره لهنا، اوتوجرافيك سيشن، ايفنت تمضي فيه اوتوجرافات، وهكذا وهكذا. مش عايز اخش في تفاصيل لان دي تفاصيل العمل في الشركه، لكن انا عايز اقول لك، ولذلك انا سعيد جدا ان يبدا اتحاد الكوره يضع هذا الكلام. قول لي ميزانيتك ايه عشان اسمح لك بكام تستثمروا في الانتقالات، بس يطبقها بالمعايير الشفافيه الماليه، المعايير الدوليه. طيب وبحسب ده الاتحاد. اذن ايوه، شركه الكوره كان ينبغي تاخد الكلام وننتظر منها ايه بقى؟ ايوه، الشركات المالتي ناشونال. حط لي بالدولار، وهم بيسعوا لهذا. في شركات بدات تهتم انها تدخل في مشاريع زي كده وتتعاقد بالدولار. انا هقول لك حاجه ما حدش خد باله منها الفتره اللي فاتت. احيانا الفلوس مش تكون الدعم المادي ما يكونش فلوس بس. اما تيجي شركه دوليه عالميه لمشروب الطاقه، يعني المفروض انا في قناه الاهلي اقول اسمها حتى، يعني ما اعرفش اقوله بقى ولا اعمل مشروب الطاقه الراعي مع النادي الاهلي. ما دام متعاقد مع النادي من حقك تقوله. ريد بول ده بيديك كميه لكل الفرق الرياضيه، وبيديك حاجه مهمه اهم من الفلوس. كل الاصابات اللي عندك هيتحمل علاجه. ده بعد كره قدم وغير كره قدم، ده بعد تاني. انت عندك تخفيف الاعباء اللي عليك، ده عبء مرعب عندنا. ايوه، بيتحمل معرفش بقى هل بيتحملها بالكامل ولا مع الوقت ممكن يتحمل كم واحد بالكامل والباقي يبقى نسب. لكن مثل هذه العقود أو التعاقدات توسيع، شيل من عندي دي وانت تشيل من عندي. المعسكرات الاخرانيه دي ما انت بتشيل من عندي. عقد هايل مع المتحده. ما انت بتشيل من عندي. صحيح. كون ان المتحده والنادي الاهلي على بيز جديد وارقام مضمونه مؤمنه تتزايد بهذا الحجم لحد 2030،
انت كده مش شايل هم بقى كل سنه تتكلم في ايه. ايوه. حق الصوره والاعلانات اللي كنا من زمان عمالين نقول هو الاعلانات اللي بتتعمل دي العائد بتاع الاعلانات فين؟ اهو اجابتها اهي، بتيجي وهتيجي وهتستمر. اشكر جدا القائمون على شركه الكره. هتحيز لواحد اشتغلت معاه شويه لان عارف دماغه وهو كادر بينمو، وسمعته في مداخله مع الكابتن اسامه. يعني انا طبعا كنت اتكلم على احمد حسام عوض. طبعا. هكذا يتم اعداد الكوادر. الساده الاجلاء دول رجال اعمال، لكن لما يكون وهو راجل بيشتغل في المقاولات، لكن اشتغل في الكوره واشتغل في البتاع، لكن معاه امخاخ برضه فاهمه كرجال اعمال. الاستاذ ايمن فتحي والاستاذ يعني المهندس، يعني ناس انا مش متذكر للاسف الشديد، يعني ما كنتش جاهز نفسي ان انا اقول اسماء يعني، لكن انا عايز اقول كل شركه اللي بتعمل شركه الاهلي. شوف بقى شركه الاهلي للمنشآت اللي هتتعامل مع القلعه الحمراء وبناء الاستاد، نفس الشيء، في دماء جديده بتضخ جواها وشباب جديد ورجال اعمال تقال قوي وعندهم شغف، واعضاء في النادي الاهلي وعندهم شغف. وكان منهم احمد امين مسعود، المهندس احمد امين مسعود مع الكابتن شوبير من يومين. كل دي نماذج بتتجهز، وهو هذه مسؤوليه ان يكونوا مش ضروري في مجلس الاداره، لكن يبقى النادي الاهلي عارف ان وراه ناس تقيله تقدر تشيل الليله مع النادي الاهلي. احيي شركه الكوره، احيي كل الشركات اللي هي فعلا ضخت اموال للنادي الاهلي، ما الشركات يعني لمجرد رص شركات. طيب ده كلام مهم جدا وكشفا لكواليس مهمه حضراتكم تابعتوها في هذه الصفقه الجماهيريه الكبيره اللي انا قلت لكم، اللي هي بتمثل نقله نوعيه من خلالها النادي الاهلي بيدخل مجال الاستثمار الرياضي وصناعه كره القدم وتعظيم موارده فيها، الحقيقه بفكر هايل جدا وعالي يحيي عليه الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي المشرف على الكرة، شركة الكرة، كل القائمين على هذا الملف، لجنة التخطيط، كل الناس اللي ساهمت واشتغلت في ملف كرة القدم لتدعيم الفريق هذا الموسم وإحداث هذه النقلة النوعية غير المسبوقة في قيمة وقوة وجودة صفقات الأهلي. زي ما حضراتكم سمعتوا ده كان تعليق المهندس عادل القيعي على انتقال احمد سيد زيزو وحقيقة الرعاة، وطبعا اتكلم على كل التفاصيل حتى كمان الايرادات الخاصة بالاعلانات والشركات اللي هيتم التعاقد معاها في الفترة الجاية. ويمكن كان في ناس كتير جدا بتسأل يعني منين النادي الاهلي بيجيب فلوس هذه الصفقات، ولكن النادي الاهلي حاليا في مستثمرين اقوياء جدا بيقدروا ان هم يستغلوا النادي او اسم النادي استغلال امثل جدا من اجل التمويل ومن اجل الاستثمار. ودي طبعا كرة القدم زي ما حضراتكم عارفين العالم كله شغال بالطريقة دي. نادي الاهلي نادي مش قليل، اسمه يعتبر براند كبير جدا، وبالتالي وجوده في المحافل الدولية والافريقية دائما وابدا دايما ده اللي بيخلي اسمك الناس كلها بتتهاتف عليه، وان عايزين طبعا يبداوا ان هم يكونوا موجودين كمستثمرين. توفيق للنادي الاهلي في كاس العالم للانديه. هنتكلم طبعا في الكلام دوت عن طريق بث مباشر في القناه، لكن لو اول مره بتتابعني ما تنساش تعمل لايك في الفيديو وتشترك في القناه وتفعل جرس الاشعارات عشان يصلك كل جديد. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.